6 حاجات في مطبخك دلوقتي بيضروك من غير ما تحس وانت بتاكل منهم كل يوم من غير ما تعرف. مش هقولك ممكن او احتمال، هقولك بالظبط ايه اللي بيحصل في جسمك بالدليل العلمي. وفي حاجات من دول العلم بيحذر منها بوضوح وانت لسه بتستخدمها دلوقتي وانت بتتفرج. ما تقفلش الفيديو ده لان بعد دقيقتين بالظبط هتقوم تطلع حاجات من مطبخك وترميها. اول حاجه الكاتل البلاستيك. دراسه من جامعه كوينزلاند حللت ميه مغليه من كاتل بلاستيك ولقت ان اول مره تغلي فيها كاتل جديد بتطلق حوالي 12 مليون جزيء نانو بلاستيك في كل ملي ميه. يعني كوبايه شاي واحده ممكن تحتوي على قرب 3 مليار جزيء بلاستيك. والمفاجاه انها حتى بعد 150 غلوه لسه فيها جزيئات بتتسرب. والحل انك تجيب كاتل ستانلس ستيل او ازاز من الاول. تاني حاجه كيس الشاي. تفتكر ده ورق وشاي بس؟ تقريبا معظم التي باجز فيها بلاستيك حقيقي. في دراسه لقت ان كيس شاي واحد بس بينزل اكتر من 11 مليار جزيء بلاستيك دقيق في الماء المغليه. وابحاث تانية اكدت ان اكتر مصدر بلاستيك في الشاي هو كيس الشاي نفسه اول لما تيجي عليه ميه سخنه. والحل شاي سايب تقليدي. لو عندك تي باجز افتحها ونزل اللي فيها. تالت حاجه القطاعه البلاستيك. كل تقطيعه سكينه بتعمل فيها خدش وبتنزل بلاستيك في اكلك. في دراسه اتعملت سنه 2023 اكدت ان الالواح التقطيع البلاستيك مصدر كبير للميكرو بلاستيك في الاكل. والبلاستيك ده مرتبط بمشاكل كتير في جسمك، بيتعب الكلى وبيعمل لك اضطراب في الهرمونات، وممكن بعد سنين بالقطاعات دي ممكن يكون سبب في لا قدر الله سرطانات. غير كمان ان الخدوش دي بتبقى صغيره جدا فبتبقى مخبيه بكتيريا جواها زي السالمونيلا مثلا، وبتستخبى جواها حتى من الغسيل. والحل بسيط قوي، قطعه خشب هي اغلى شويه بس البكتيريا بتموت فيها بعد 3 دقايق ومش بتنزل بلاستيك في اكلك. رابع حاجه ودي من اخطرهم، السفنجه الاصفر فاخضر اللي عندك محطوطه على الحوض دلوقتي. ركز معايا في النقطه دي لانها اقذر حاجه في البيت، مش بس في المطبخ. نفس السفنجه اللي بتغسل بيها كل مواعينك كل يوم. في دراسه لقت ان السفنجه دي ممكن تحتوي على 54 مليار بكتيريا في السنتيمتر المكعب، اكتر من قعده الحمام بكتير. وفيها اكتر من 360 نوع بكتيريا مختلف، من ضمنهم الاشيريشيا كولاي والسالمونيلا. والاسوأ ان حتى لو نظفتها بالميكروويف بيقتل بس 60% من البكتيريا والباقي بيتكاثر تاني. والسفنجه دي بتنشر البكتيريا دي على كل سطح تلمسه. يعني مثلا الاطباق لما تغسل بيها طبق وتاكل فيه انت بتدي معدتك جرعه من نفس البكتيريا، وده اللي بيسبب اعراض التسمم الغذائي، مغص، اسهال، قيء، من غير ما تربط الموضوع بالسفنجه اصلا. والحل لازم تغيرها كل اسبوع، وده الرقم اللي كل الابحاث متفقه عليه. وبعد كل استخدام لازم تعصرها كويس وتسيبها تنشف خالص لان البكتيريا بتحتاج رطوبه عشان تتكاثر. خامس حاجه الحله المخربشه، النون ستيك او الالومنيوم. لو الحله نون ستيك ومتخربشه الطبقه المتقشره دي بتسرب جزيئات صغيره جدا دقيقه لو سخنتها على نار عاليه، وبتطلع ابخره سامه ممكن تعمل اعراض زي الانفلونزا. والحل ان انت تستبدل الحلل المتخربشه او القديمه جدا خصوصا للاكل الحمضي بستانلس ستيل او حديد الزهر، امن على المدى الطويل. سادس حاجه وهي الاخطر، المغارف السوداء. ده جاي من كفر الكترونيات زي شاشات تلفزيونات كبيره، بيتعاد تدويره وبيتحول لمعالق وسباتيولا. والاخطر ان انت مش بس بتستخدم بلاستيك مجهول المصدر، انت بتقلبه وهو بيغلي. الحراره بتخلي بلاستيك يسرب جزيئات دقيقه جدا ومواد كيماويه ضاره اللي كانت موجوده في الالكترونيات، والحراره هي اللي بتطلع كل ده. والحل بسيط جدا، معالق خشب او ستانلس ستيل بس مهما كان سعرها. ودول 6 حاجات كل واحده فيهم رخيصه عاديه موجوده في بيتك دلوقتي من سنين من غير ما تشك فيها ولا يوم. مفيش حاجه فيهم هتموتك بكره، المشكله في التراكم على مدى السنين. كل يوم شويه صغيره. مش لازم تقلب مطبخك النهارده، ابدا بالمغارف السوداء لانها ارخص واسهل حاجه تقدر تبدلها فورا، وبعد كل اسبوع غير حاجه جديده. قول لي في الكومنتات كام حاجه من دول موجودين دلوقتي في مطبخك. ستي سيف.